الأمازيغية لغة محلية شأنها شأن 6000 لغة تانية فوق الكوكب. وفق مبدأ حقوق المواطنة وأنها غير قابلة للتقسيم أو التجزئة، وأن فيه مواطنين في ليبيا يطالبوا بحماية ورعاية الدولة للغتهم الأم سواء الأمازيغية أو التبوية، كونها وسيلة لتكريس مبدأ آخر أعمق تكلم عليه في حلقة سابعة اللي هو مفهوم دولة الجميع. يجب علينا نوضح كمية مفاهيم وأفكار غائبة مغيبة على الطرفين للأسف، سواء الطرف اللي طالب بدسترتها والطرف الرافض لذلك. فخلوكم معنا. أهلا بكم. شخصيا كنت رئيس أول مجلة أمازيغية تنشر بالحرف الليبي تيفينار في ليبيا، وبعد نقاش وجدل مع هيئة التحرير قدرت نخليها أول مجلة في تاريخ ليبيا الحديث تنشر باللغات الليبية الثلاثة مجتمعة: الأمازيغية، العربية، والتبوية. وقتها ما كانتش غايتي هي الأمازيغية بحد ذاتها، بل كانت الأمازيغية وسيلة لإيصال فكرة أعمق، واللي هي أن كل مواطن ومواطنة في الدولة الحديثة، واللي كنا نتوقع بنائها بعد فبراير لكن للأسف حصل العكس تماما، كل واحد منهم لازم ينال حقوقه الطبيعية كاملة بدون تمييز على أساس العدد أو القوة. لكن اللي صار زي ما قلنا حاجة ثانية. داخل ألمانيا، في المدينة اللي نسكن فيها في ولاية النورد راين فيستفالي، دخلت جامع باش نصلي الجمعة، وتفاجأت بخطيب الجمعة يلقي في الخطبة باللغة الأمازيغية ببساطة، لأن سكان المنطقة واللي جلهم ألمان من خلفية مهاجرة أمازيغية، رغم أنهم يتكلموا كلهم بالألماني والعربي تقريبا. هذا مثال صغير على مفهوم أن الدولة تحترم حقوق مواطنيها الطبيعية حتى لو كانت ثقافاتهم مهاجرة، فما بالك وإحنا نتكلم عن ثقافة ولغة محلية وأصيلة زي الأمازيغية وحتى التبوية في شمال أفريقيا. على جانب وقف هلبة من المطالبين بدراسة اللغة الأمازيغية يرفعوا في شعارات ما لهاش معنى داخل مفهوم الدولة الحديثة، زي خطاب العرقانية أو المنادات بوجود عرق أمازيغي، أو الكلام عن مسألة دي إن إيه، وأن الأمازيغ هم السكان الأصليين وأن التانيين كلهم غزاة ومحتلين، وهم يديروا في إسقاط تاريخي غير منطقي عن الواقع الحالي، بحيث أنه يجي شخص مثلا عمره 40 عام ويتكلم متأكد أنها امتداد لسلالة ليبية عمرها آلاف السنين، ويلغي هذا الانتماء نفسه لشخص آخر مولود جنبه في مستشفى الجلاء في ليبيا الحديثة. هذا أمر مش منطقي. لأن على جانب ثاني أيضا حول حول هول هلبة منهم مسألة إلى مسألة صراع قومي بإنشاء أجسام سياسية زي الكونغرس الأمازيغي، اللي حاول أن يكون صورة من المرآة للجامعة العربية اللي فكرتها نفسها يطالبوا بإلغائها، وفق مبدأ أن تسمية شمال أفريقيا بالمغرب العربي فيه إجحاف وإجراء عنصري ضد بقية سكان المنطقة اللي يعتبروا في أنفسهم مش عرب، زي يعني زي الأمازيغ أو التبو أو التواري. الخطاب هذا فارغ ومش منطقي، يعني بدل ما ينطرح الموضوع بعرض أفقي بحيث يكون الجميع متساويين في مستوى المواطنة وبناء عليه في الحقوق الطبيعية، ما فيش فرق بينهم بسبب الأقدمية أو خريطة جينية وهمية اللي تذكرنا بذكريات الفكر النازي. انطرح الموضوع بشكل عمودي وقعدوا الجميع بدون نقاط التقاء، لأن في نفس الوقت قاعد يحاول الطرف الثاني يلغي هالأفكار بالحديث عن كون العرب أو الأمازيغ عرب أو مهاجرين من اليمن، وكان الهجرة شيء معيب وأن التاريخ يبدأ حسب مقاساتهم. فحتى لو سلمنا جدلا بإجابة السؤال مطروح فقط على سكان شمال أفريقيا عن أصلهم، علاش ما نطرحوش السؤال نفسه ونرجعوا بالتاريخ مع جميع الشعوب ونسألوا شنو أصل العرب أو الأكراد أو الطليان أو الجرمان وهلم جرا. هذا المنطق المقلوب اللي يستخدم فيه المعارضين لمسألة دسترة اللغات الليبية منطق غريب، خصوصا إذا شفنا النقاط الثانية اللي استندوا عليها كحجة لمنع مواطنين ليبيين زيهم من أنهم يتحصلوا على حق طبيعي تكفله كل القوانين الوضعية والسماوية اللي هو حق الكلام. الحجة الأولى هي أن الناطقين بالأمازيغية أقلية، وهي حجة جاوبها المطالبين بالدستر أيضا إجابة غلط، وقاعدوا يقولوا أن الليبيين كلهم أمازيغ ومستعربين، وهذه مشكلة ثانية. فبدل من يرجع الجميع زي ما قلنا لفكرة الحقوق الطبيعية واللي ما تخضعش لقانون الأغلبية والأكثرية، قاعدوا في حوار طرشان يحسب كل واحد منهم بصوابع يديه ورجليه منهم أكثر من الثاني، وكل منهم يستخدم في نفس المنطق للأسف. الحجة الثانية واللي هي تكرار لمسلسل اللغويات علي فهمي هشام، واللي كان يكرر في نظريات ما لهاش علاقه بعلم اللغويات،
باش يثبت أن الأمازيغية لغة عربية، وبناء عليه ما فيش داعي لاستردها لأنها لغة عربية. والسند الوحيد لهالكلام هو مقارنات ساذجة بين كلمات في اللغتين، وهذا أمر خاطئ على مستويين. الأول، أن اللغة العربية تعتبر حديثة بالمقارنة باللغة الأمازيغية، وحطان مفرداتهم على مستوى زمني أفقي واحد خطأ كبير. لأن اللغة الأمازيغية، أو بالأصح اللغة الليبية، لغة واكبت شقيقاتها المصرية القبطية، الكوشية، الأمهرية، اللي هي تعتبر اللغات الأم لكل اللغات الأفرو آسيوية، واللي كانت تعرف باسم اللغات السامية والحامية بما في ذلك العربية. وهذا المسمى ألغي وما عادش يستخدم في علم اللغويات لأن سنده ما هوش علمي، ومسند على خرافة أبناء النبي نوح الثلاثة، وأن البشرية قرضت في زمنه، وهذا كلامي فيه العلم والقرآن أيضا، وهذا موضوع ثاني. لكن المثير للاستغراب، وهذه النقطة الثالثة، واللي هي دليل على جهل القائلين بهذه النظرية من أمثال عثمان سعدي، إن هذول ما يعرفوش أن التشابه في الألفاظ ما هواش إثبات على كون لغتين واحدة، رغم أن التشابه بين الأمازيغية والعربية تشابه يكاد يكون منعدم. لو قبلنا هالمنطق يمكن نقول مثلا ان اللغه الالمانيه واللغه الانجليزيه لغه واحده، لان اللغتين ينتموا لجذر واحد، والتطابق بينهم في الالفاظ كان يمثل اكثر من 50% من المصطلحات في اللغتين. الحجه الثالثه هي حجه تعتمد على ما يعرف بمغالطه الرجل المقنع، الماسكت مان فالسي، واللي تدور حول فكره نفي تطابق شيئين لاختلاف صفه ما فيهما، وهي ان اللغه العربيه لغه مقدسه باعتبارها لغه نص ديني، فمعناها اللغة الأمازيغية ما عندهاش حاجة تكون لغة رسمية زي العربية، أو أن اللغة الأمازيغية ما هيش لغة علم، فلذلك يكون استخدامها وتعليمها ماليش معنى، وكأن 6000 لغة في العالم كلها لغات مقدسة أو لغات علم. المنطق هذا ما فيش مبرر ليه سوى العنصرية، اللي أصبح الوقوف قدامها وقدام حجة الطرفين المعادية لمفهوم دولة الجميع أمر مهم وضروري، لأن الانشغال بمثل دسرة اللغات المحلية وخوض حروب مع طواحين الهواء ما هواش غير إضاعة للوقت. وإحنا نشوفوا في دول وأمم اجتازت هالمشكلة وسعت نحو مدنية وتقدم الحياة في المدن في الدول هذه نفسها. فدولة مثل جنوب أفريقيا فيها 11 لغة رسمية، ودولة جارة اللي هي مثل المغرب والجزائر دست اللغة الأمازيغية، وما صارش انهيار للمجتمع أو الدولة زي ما ذوقوا أصحاب الحجة الثلاثة اللي تكلم عليهم. في الختام، مفاهيم الشراكة في الوطن، دولة الجميع، العيش السلمي المشترك، وأن الحقوق الطبيعية مسألة غير قابلة للاستفتاء وإخضاعها لرأي الأغلبية مسألة تعتبر من أساسيات تكوين الدولة، تعتبر جميع سكانها مواطنين، مش الجماعة الأكبر أو الأقوى أو الأكثر ثراء. ودمتم بود.